مفاجأة تهز مصر بسبب المهاجم اللي جاي الأهلي. عاجل الخطيب ينهي صفقة المهاجم، وهنتكلم عن كل حاجة تخص الرياضة النهاردة، بس انتظروا كل ده بعد الانترو. Audio Jungle. Audio Jungle. وأهلا بيكم في حلقة جديدة من أخبار الكورة مع الأصل. لكن في البداية يا صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا، الصلاة على النبي سيدنا محمد. فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ويلا بينا نتكلم عن صفقات الأهلي والمهاجم الجديد والصفقات اللي هتهز مصر، فلا تبخل باللايك علينا. عاجل ورسميا خلاص نجم صن داونز وهداف نادي صن داونز ينتقل للنادي الأهلي، وهداف دوري أبطال أوروبا، هداف دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا دخل النادي الأهلي وبمقابل خيالي ولمدة 3 سنوات. تفاصيل خطيرة جدا لأول مرة هتسمعها على قناة على اليوتيوب. بيتر شالوليلي لاعب نادي صن داونز بيقترب وبقوة من النادي الأهلي، وده اللي متكتم عليه مسؤولين النادي الأهلي بشكل كبير جدا. بيقترب وبقوة من الانضمام للنادي الأهلي. كلام كبير جدا. الخبر اللي معانا خبر هام وخطير جدا. تفاصيل من مسؤولين في النادي الأهلي وإعلانات على لسان كابتن أمير توفيق. يلا نشوف التفاصيل مع بعض، بس مش هفكرك لايكك والاشتراك في القناة عشان نوصل الفيديو لكل جماهير النادي الأهلي. وإن كابتن أمير توفيق أنهى كل حاجة تخص اللاعب بيتر شالوليلي، هداف دوري أبطال أفريقيا بعد الكابتن محمود عبد المنعم كهربا. لاعبنا بيتر شالوليلي هو نجم من نجوم صن داونز الكبار والعمالقة، وهو لاعب جبار ومهاجم جبار، مهاجم على الفرازة زي ما بيقولوا. هنتوقف هنا قليلا لأن كل المواقع وكل الإعلاميين كل شوية يودونا في بلد شكل، بس أنا بجيب لك الانفراد إن بيتر شالوليلي محدش لسه اتكلم عليه، فكل الإعلاميين بيودونا في حتة شكل. طب مين يقول لنا الحقيقة؟ أنت كمشاهد عاوز ترتاح وتعرف الحقيقة وتطمن على فريقك، وانت كل شوية بتعرف كلام على مهاجم جديد خالص. هو ده يا جماعة اسلوب وطريقة النادي الاهلي، اللي هو بيوديك في حتة بعيدة عشان يفاجئك بقى ويديك القاضية ببيتر شالوليلي. وده كان مستمرين عليه على مر العصور والزمن، وده نجاح لإدارة النادي الاهلي الكبيرة العظيمة. بصوا يا جماعة عشان نكون صراحة مع بعض، مهاجم الاهلي خلصان امتى؟ الاعلان الرسمي عن المهاجم اللي يثبت لك ان مهاجم النادي الاهلي خلصان، وبعد كده نكمل موضوع بيتر شالوليلي. ان اداره النادي الاهلي زي ما انا كل فيديو بقول لكم قعدت مع احمد القندوسي وبتقول له ادرس العروض اللي جايه لك عشان نفضي مكان لغيرك اللي جاي، المهاجم الجديد اللي جاي. ومارسيل كولر بيستعجل المهاجم وبيقولوا له ادرس العروض اللي جالك عاوز تروح فين. فاداره الاهلي كانت بتفكر وبقوه شديده ان لو احمد القندوسي ما جالوش عروض عشان يقيدوا المهاجم الجديد هيرفعوا اسمه من القايمه، وكانت هترفع اسمه من اللعيبة الأجانب وهتوضعه على قائمة الانتظار مع تقاضي رواتبه كاملة مكملة. أحمد القندوسي عنده 5 عروض أو 6 عروض من أندية كبيرة في الدوري المصري، وهنبتدي بأول نادي معانا مقدم عرض ل... لأحمد القندوسي. هنبتدي بأول عرض خيالي لأن محدش يتكلم عليه، وانا بفضل الله هنا الوحيد اللي بتكلم عليه فيه ان احمد القندوسي عنده عرض خيالي من نادي الوداد المغربي، وده الجديد معانا وده قنبله. وتاني عرض معانا من نادي شباب بلوزداد الجزائري. تالت عرض من نادي وفاق ستيف الجزائري. 3 فرق في دوري ابطال افريقيا جبارين. ايه هي العروض المحليه لاحمد القندوسي في الدوري المصري؟ يبقى احمد القندوسي عنده 3 عروض محليه. احنا بنركع على الانفراد في ال3 عروض اللي من دوري ابطال افريقيا اللي محدش يتكلم عليهم لحد دلوقتي. العرض الأقوى فيهم هو عرض سيراميكا كيلوباترا، واللي كل فيديو بنطلع نقول الكلام ده، لكن العائق المادي هو اللي بيقف في الموضوع اللي أحمد القندوسي بيتقاضاه سنويا في الأهلي مش هيحصل عليه طبعا في نادي سيراميكا كيلوباترا، إنه بيتقاضى في الموسم مع النادي الأهلي 500 ألف دولار سنويا، يعني ما يفوق 16 مليون جنيه، وده طبعا راتب كبير بالنسبة لفريق زي سيراميكا كيلوباترا. العرض التاني معانا وهو فريق فاركو. العرض التاني وأنا استبعد هذا الكلام لان مش هيقدروا على مبالغه الماديه. وفي نادي زد برضو ممكن ده بقى بنسبه يعني 50%، عشان القندوسي برضو مش موافق يطلع من النادي الاهلي عشان عاوز يثبت نفسه انه يروح نادي زد، لانه بيدفع اسعار حلوه وخياليه في الموسم دوت. ممكن يروح نادي زد لانه صاحب نادي زد هو الاستاذ نجيب ساويرس او المهندس نجيب ساويرس، لانه راجل ملياردير فعادي متفرقش مع الفلوس، ممكن يجيبه ويمضي اللاعب، خلصت الحكايه.
فاحمد قندوسي دلوقتي اقوى عرض ليه في الدوري المصري هو نادي زد، من اقوى العروض في الدوري المصري. طيب نرجع لجزئيه بيتر شالوليلي. خلاص بيقول لك خلص كل حاجه مع مسؤولي النادي الاهلي ومع الكابتن امير توفيق مهندس الصفقات كما يقال عليه، وليس متبقي ولا حاجه على الصفقه متبقيه. قلنا له ايه هو الشيء الواحد المتبقي يا كابتن؟ قلنا له ايه هو المتبقي؟ هو الاعلان الرسمي والتعاقد الرسمي، لان الفوضات دي ممكن انت تبقى في اعلى نقطة وتنزل في اقل نقطة، والعكس صحيح طبعا. اولا الموافقات المبدئية بين اللاعب وبين النادي موجودة، لان ما فيش حد يحلم ان يروح نادي القرن الافريقي نادي الاهلي. حضرتك كمشاهد شايف ان النادي الاهلي واللاعب بيتر شالوليلي مهاجم نادي سان داونز بيتر شالوليلي اللي جاب في الاهلي 3 اهداف، هل انت شايف كمشاهد انه يقدر يقود خط هجوم النادي الاهلي ولا لا؟ ولا انت شايف في مهاجمين افضل في القاره الافريقيه او الاوروبيه؟ انا عاوزك تكتب لي في التعليقات، كل اللي يشوف الفيديو انا عاوزك تكتب لي في التعليقات رايك ايه. انت شايف دوت هيكون افضل حاجه بالنسبه للنادي الاهلي، ولا في افضل منه في القاره الافريقيه او الاوروبيه؟ ماشي، عشان ما اطولش الفيديو على حضراتكم، بيتر شالوليلي افضل في التعليقات ولا جاكسون موليكا افضل؟ سايب لكم حريه الاختيار. وكده نكون خلصنا الفيديو. والله لولا ستر الله ما كانش في حد فيكم اتفرج عليا من كثرة المعاصي والذنوب. اللهم الهمني راحة الضمير حتى استطيع ان انام، تتركني الضلال. وصلي على النبي كل اللي اتفرج على الفيديو، ويا ريت تعمل لايك. دمتم في امان الله واشوفكم على خير الفيديو الجاي.